بقول لك ايه يا حبيبي، رمضان خلاص على الابواب. ايوه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. لا مش قصدي، انا قصدي كلها ايام يعني ان شاء الله ورمضان يهل علينا. يعني حضر نفسك بقى علشان مصاريف الاكل والعزومات واللازم منه. طب وانت بتفكريني من دلوقتي ليه ان شاء الله؟ عشان كل يوم الاسعار انت عارف بتزيد، فلازم اجيب الاكل ولوازم رمضان من دلوقتي. ومستعجله على ايه بس يا حبيبتي؟ ايوه عشان الجمعيه اللي انت قابضها ما تصرفهاش. يعني هو انا بصرفها على ناس تانية؟ ما انا بصرفها عليكم. ايوه ما انا عارفه، بس انت عارف اسعار الاكل بقت عامله زي الدهب، كل يوم بحال. ايدك بقى على 5000 جنيه. ايه 5000 ايه؟ 5000 جنيه هم دول بقوا يجيبوا حاجه؟ دول يا دوبك هجيب بهم بطايه كبيره، على فرختين، على 2 كيلو لحمه، على كام كيلو رز. حاضر. بالحق نسيت اهم حاجه، المكسرات. هو رمضان ينفع من غير مكسرات؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب ايدك بقى على مبلغ كويس كده، عشان سمعت ان اسعار المكسرات بقت في السماء. والنبي انا اللي هكسر دماغك واعمل منها مكسرات.